السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة هعمل طريقة الشلاتيت، طريقة تنظيفها. دي بتبقى جزء في الكرشة، وهوريكم بتبقى عاملة زي دي الكرشة العادية، بتتنضف كده وبتبقى بيضة. ودي الشلاتيت اللي بقولكوا عليها، دي طريقة تنظيفها صعبة قوي. الكرشة العادية بتكحتيها بالسكينة وخلاص، انما دي لازم تمسكيها كده وتحطيها تحت المية، وبتبقى عبارة عن طبقات عاملة زي الورق كده. كل طبقة لازم تمسكيها وتنضفي من بينها كده زي ما بعمل، تشطفيها. هتلاقي ورقة تانية هتخش عليها برضو كده، هتلاقي السواد ده لازم تشيليه وتنضفيه بإيدك بس كده، بيطلع على طول. مش محتاج سكينة ولا محتاج أي حاجة. كل ما تشيلي طبقة بتلاقي الطبقة التانية تحتيها الحاجات دي برضه لازم تشيليها كده وتمسكيها طبقة طبقة. هي بتبقى عبارة عن طبقات كبيرة أوي من الشلاتيت، مش عارفة عندكم بتقولوا عليها اسمها ايه، طبعا كل بلد مختلفة والاسم بتاعها، بس هي بتبقى طعمها جميل لما كل طبقة تحمر كده بتبقى جميلة. أنا عن نفسي بحب أحمرها بس تومة كده وتوابل من غير بقى صلصة ولا أي حاجة، تبقى خفيفة وجميلة كده جنب النهار. لازم نمسك طبقة طبقة كده. أنا طبعا بوريكم عشان اللي مش عارف أي طريقة جديدة، مش عارفة ازاي تنضف الشلاتيت دي، وهي بتبقى سودا برضه، فهم بيعتمدوا خلاص ان هي بقت سودا خلاص كده. لما بتمسكي ورقة ورقة كده بتقلبيها بتلاقي حاجات تحتها لازم عشان تبقي تحسي كده وانتي مطمنة ان هي نضيفة ومية مية. لازم ايدك كده تحت المية على طول. اي طين بقى زيادة من ورا كده لازم تشيل، ومينفعش كده تشيل. فهي تنظيف الكرش او الشلاتيت ده اهم حاجة عشان تحميها وانتي مستعملة. كمان في حاجة كمان، انتي بتعملي كل ده من ناحية واحدة، لسه هتشتغلي من الناحية التانية عاملة زي الكراسة كده، بتفتحي على الوشين. يعني انتي بتعملي وش وتروحي قلبها الناحية التانية، بتلاقي الناحية التانية برضه فيها حاجات، فانتي لازم تقلبيها بعد ما تخلصي الوش الأولاني، تقلبيها على الوش التاني وتنضفيها بالطريقة دي. هي بتبقى جلدة سودا كده ملهاش أي لازمة، فالشال بكل سهولة. شوفوا هنا بقت نضيفة ازاي وزي الفل، وكل شمعة منورة. أي حاجة بعد كده بتشطف في المية خالص. أهم حاجة الطبقات اللي بين بعض نضيفة ومية مية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتابعوني في فيديوهات تانية. في رعاية الله.